هذه القصة حدثت على أحد المناطق على حدود الأردن. هذا رجل تزوج بنت عمه، ويوم دخل عليها سبحان الله النفس تحب وتكره، ما ارتاح. حاول شهر شهرين لكن اتضح انه ما هو مرتاح مع المرأة هذه، واتفق وياها وطلقها. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. وهذا الأساس. صحيح. للتذكير القصة ذكرتها عن أو أرويها عن الراوي عمر بن شامة البلوي. ونعم. والقصة يعرف صاحبها هو. فيقول قعدت لي 5 سنوات والدتي وإخواني وجماعتي تزوج، يعني مو بعيب إنك يعني المرة الأولى ما وفقت. فيقول رسمت البالي خطة معينة أبقى أقعد لي فترة ثم يسر الله. يقول يوم أخذت لي 5 و6 سنين ما استخرت وقلت بروح للأردن أتزوج منها. يقول واروح وأجي الأردن، لي صديق يعرف في البادية، صلت عليه يا فلان، قال نعم. قلت هذه الرغبة، وإن لقيت لي من بادية الأردن ولا من العرب اللي في الأردن تراني أبي أتزوج. قال ابشر. يقول ونحدد مع عائلة ونجي. يقول يوم جاء الشوفة يقول ما جازت لي. قلت لا والله. يقول والبيت الثاني والبيت الثالث، يقول ما كلها. يقول أما أنك تأخذ شيء الجزل ولا؟ يقول يوم أخذت يومين جاني قال فيه قرية تبعد 30 كيلو نبي نروح لها ونسى فيها عرب مذكورين. يقول واروح أنا وياه. جينا القرية وجينا للبيت اللي فيها البنت اللي مذكورت لنا. يقول يوم جينا البيت ما لقينا أحد إلا البنت اللي تستقبلنا متحزمة ومتحجبة. يقول وتفتح المجلس وتشتر لنا. يقول دخلنا أنا وخويي. يقول وهي تجيب القهوة وتجيب المعروض اللي موجود. يقول وانت قهوة ونعين خير. يقول يوم جاء لبولم يا هلا يا هلا يا هلا الله محييكم الله محييكم. يقول ويتكلم خويي، قال هذا خوينا من السعودية ومن العرب الفلاينة ومن القبيلة الفلانية. ويقول واثنى علي بما يعني أنا أقل من ذلك، وحنا طالبين يد بنتكم. يقول البنت ما شاء الله تبارك الله من يوم شفتها وشفت دثرتها قلت عساها تكون من نصيبي من يوم شفتها. يقول سبحان الله خاطري يشرح. بعض الحريم مبروكات. يقول هم يجيبون خروف ويذبحون لنا ويعشونها كل ليلة. قال إن شاء الله يسمح أمركم. يقولوا نجس عندهم. يقول قاموا نشدوا عنا وعن أصولنا وبعض الأمور، عربهم مثلنا شروا الحاضرين. يقول والله وافقوا وأنا وافقت. يقول ترى خويي كل ما جاء أبو البنية هذا يتكلم بعض يقاطع خويي، كل ما وصل الموضوع المعين قاطع. يقول أنا فرحانة بالزواج الحين. قال أبدأ اللي تبون. يقول أنا جايب المهر معي. الكلام هذا ترى 1404 هجري. الله المستعان. يقول أنا جايب المهر معي، كم تبون السياق؟ قالوا هالكثر، ظهر 15,000 ريال. يقول أطلعها ومدها على الشاي. قالوا الشاي يدخل داخل يوم خذ شوي ويجيبون المملك ونملك هاك الليل. يقول وأنا أرجع في بيت خوي هذا وعند ربعه اللي أنا جاي أنا وياه، واشتري خروف ونوزعه على حفلة الملك هذا. قالوا إذا أخذتوا لكم 4 أيام أو 5 أيام تعالوا ترى العرس بيتم إن شاء الله. الأمور بسيطة. نعم. يقولوا حنا نروح لهم بعد 4 أيام ولا ما شاء الله تبارك الله لهم متجهزين خوالها وعمامها والرجاجيل، ولا والله في حفلة بسيطة. يقولوا حنا نستانس وياهم ننبسط. يقول لهم حاطين لي غرفة. يقول أنا أدخل على المرأة ولا هذه خويتي اللي ما شاء الله تبارك، وأسلم عليها ما ردت عليه السلام. واقعد كيف حالك وما ادري ايش. يقول ما تكلم، اكلمها ما ترد. المهم يقول يوم خذت عندها دفتر وقلم قالت انا ما اتكلم. يا الله صرمه. اي انا ما احب هاللفظ ما تتكلم. يقول وانا ينزع الواهس عندي، تغيرت احوالي. يقول وارد لها ما تتكلمين خجلانه ولا ما تتكلمين يعني فيك عيب؟ قالت لا أنا ما أتكلم، لكني أجيد الأعمال المنزلية وأجيد حسن التبعل مع الزوج. ولا والله ضاع كل علوم.
شلون أروح للعرب وأديها معي هذه البلدي وهي ما تتكلم؟ يقول ما فيها شيء، يقول ما بقى عليها بس إلا الكلام، ولا كل شيء يتمناه الرجل فيها. سبحان الله. يقول أنا طول الليل أنا وياه في هالدفتر، هي تكتب لي وأنا أكتب لي. يقول أنا صدق وقعد لي شو يضيق صدري. يقول حالتي حالة. يقول يوم أصبحت الصبح وتجينا الأم تسلم علينا مبروك مبروك، يقول لو جينا كلنا، لا أنا ولا هي، يقول تراها تصيح طول الليل تكتب لي تقول لي والله أنت تشوف مني كل خير، وإني ما وإني والله لأصير خادمة لك، واللي تبي حاضر. يقول أنا بين إني رأف فيها وفي حالتها وبنت في زواجها، وبين إني أنا بكرة بروح لأهلي وأجيب لهم هالمرة هذه، مو بهذه رغبتي ولا هو بهذا الشيء اللي يتمناه الرجل. شلون أعيش مع مرة ما تكلم؟ يقولوا طول الليل ترسل لي تقول لي يعني تكتب لي اللي انت بحاض، والله لخدمك، والله لصير طول عمرك. يقول تبكي. يقول يوم دخلت علينا لما الصبح لو جينا وجيه قشرة. قلت الحين يا خالة يوم القرار بيدي، ليش ما علمتوني انها ما تتكلم؟ ليش دبستوني؟ قالت والله انا حسيت ان الحجي قال لك، الحجي اللي هو ابوها، انتم جايين عن طريقه ومتأكدة ان الحجي قال لك. قال والله لا قال لي ولا علمني، لكن يسر الله. يقول يوم جاء الحجي قلت يا حجي ليش ما علمتني بنتك هذا وضعه وهذا وضعه، ليش تخليني أدخل في هالأمر هذا؟ قال أنا ظنيت صاحبك علمك، لأن أنا صاحبك يدري عن البنت، وأنا كل ما تكلمت كان يقاطعني بالكلام. قلت لا علمني ولا أدري عن شيء. يقول يوم خدت العصر هذا خويه جاي بسيارته، يقول أنا هبيه وأطب عليه. قال يا ابن الحلال أنا ما قلت لك والله إني ظاني إني قايلك. قال لا قلت لي ولهم يحزنون. يقول أنا ضايق، قلت للرجال تراني والله ما جيت المرأة، أنا قاعد في طرف وهي في طرف. يقول أبى أبين له أني ما بالزيجة هذه يعني خلاص. قال يا ولدي الفلوس تصرفنا فيها، أنت عطيتنا 15,000 ريال وشرينا فيها وجهزنا فيها، كانك تصبر علي فترة أبى أجمعها وأعطيك إياها. الله خير. يقولوا لا والله أنا خسرت المهر وخسرت الزواج، ولا والله حتى إجازتي، أنا موظف حكومي باقي على إجازتي شهر، باقي على إجازتي 10 أيام لها شهر. قلت يا الربع ما يصير الكلام هذا. قال يقول واقعد الحالي ومالي نفسي ومالي نفسي، والمرأة جاتنا وقعدت تصيح بعد بيني وبين أبوها. يقول قلت يا ولد واجي واكتب لها، قلت شوفي أنا بتزوج أكمل معك بس إن تسكنين عند أهلك، وربعي وجمعتي ترى ما بهم يدرون. قالت اللي أنت فيه أنا فيه. يقول وأفلست من المهر، ماني مفلس على قولة القائل، على الله يسر. يقول والله فعلا قعدت عندهم 10 أيام الأخيرة هذه، ولا والله المرأة ما فيها شيء يتعيب إلا الكلام. يقول وخليها وارجع لديرتي. يقول يوم خدت لي شهرين، يقول وأنا على قولة القائل أشتاق لهم. يقول وأنا أقدم إجازة بعد اضطرارية وأروح لهم. يقول يوم جيت ولا على أموري وياها سنة، سألت الشايب قلت السبب هذا من خلقها ربي ولا؟ قال لا والله رايحة ويمها عمرها 13 سنة تجيب غرض، وطلعت لها سيارة اصدمتها أو ما اصدمتها، جاتها روعة، ويوم دخلنا المستشفى طلعت بدون ما تتكلم، زي الصدمة جات. ولا هي كانت تتكلم يعني. قلت خير إن شاء الله. يقول وأنا أجلس معهم 20 يوم، يقول وارجع، ورغبت أني أكون قريب عندهم. يقول وأقدم استقالتي واشتري لي تريلة قلابي، كان ذيك الأيام في خط ينشأ عند حدود الأردن، خط مزافلات ويحتاجون معدات. يقول واروح أشتغل في هالطريق، أقرب لي من أهلي، وأنا تراني ما علمت أهلي اللي في السعودية، أقرب لي من زوجتي. يقول وصرت إذا صار عندي 3 أيام نقزت لها في الأردن وقعدت عندها. يقول يوم جاء ذاك اليوم ويبشروني إن المرأة حامل، قالوا ترى مرتك حامل. قلت الله. يقول وارجع لعدتي. يقول يوم جاء وقت ولادتها وأخذ إجازة وأروح لها هنا وأقعد عندها. يقول وتجيبها كالوليد. يقول وأقعد معها 5 أيام وأحط عندها مثل ما تقول مصروف، وارجع أنا للمعدة أشتغل في الطريق هذا وصل لهم. يقول يوم قعدت في هالطريق 2 أو 3 ويجيني اتصال منهم، احضر زوجتك وولدك صار عليهم حادث. لا إله إلا الله. يقول وأنا أنجز وقف السيارة، يقول أشغل وأجيب التريلة. وإيش فيه؟ قالوا في المستشفى. راحوا يطعمونها هي وأبوها، الأبو الجد والولد الصغير هذا ولم. ويوم جولهم في شارع يطلع عليهم هاك السيارة وصفقهم كلهم.
البنت الوليد والأم، الوليد في جهة والأم في جهة، ودخلوهم المستشفى. يقولوا أنا أجي أزورهم. يقول لهم جيت أزورهم أسأل الدكتور، قال الوليد طيب. أم زوجتك لا والله إن شاء الله يبي لها. يقول يوم أخذت في غرفة الانتظار أبو 5 ساعات قالوا تراها فاقت. يقول يوم دخلت كيف حالك يا أبو فلان، ويرجع الله لها النطق. سبحان الله العظيم. صار الحادث هذا سبب النطقة على نفس الصدمة الأول. يقولوا هي تناديني باسمي وباسم ولدي يا أبو فلان. يقول أنا ما منبهت، نعم ماني مصدق، أنا بطمئن على صحة ترى يعني صار أنزل الله محبته في قلبه سبحان الله. لذلك سبحان الله يعني بعض الأمور ما تدري والخير فيها. يقول أنا على أخذ راسه الحمد لله على سلامته. يقول الأبو عندنا ويزغرتون والدنيا. يقول المستشفى ما يدرون أنها ما تنطق. فقالوا ايش سبب الفرحة؟ بسبب قومتها. قال بسبب نطقها. يقول معها كدمات بسيطة. يقول خذنا ورجعنا للبيت. يقول اكتملت الأمور كلها تمام. سبحان الله. يقول وأنا خليتها 6 أشهر وارجع لربعي وأعلمهم إني متزوج وإن عندي ولد، واشتري لي فوق المعدة 6 و7 معدات، واصير من تجار المقاولات والطرق في هاك المنطقة. يقولوا عندي منها عيالها الحين كبار ورجال، زوجت اللي زوجته. الشاهد في الكلام بعض الحريم مبروكة تدخل عليك ببركتها. شوف حتى وظيفته تركها واشتغل في التجارة وزادها الله، وجالها المرأة ونيته طيبة وحفظ نفسه. وهي نفس الكلام، المرأة تبعلت من زوجها وقالت نيتها طيبة ورزقها الله على نيتها ورجع لها النطق. هذا ما حبيت أشارك فيه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هل ممكن الرجل يخطب البنته؟ نعم ممكن. وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عرض حفصة على عثمان، ثم عرضها على أبو بكر، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الأخ سليمان يحدثني عن قصة حصلت قبل 5 سنين بينه وبين صديقه أبو عبد العزيز. يقول أبو عبد العزيز تقريبا عمره في ذاك الوقت تقريبا 34 سنة 33 سنة، متزوج وعنده ولدين، عبد العزيز وعنده بنت صغيرة، وكلهم يدرسون في الابتدائي. أبو عبد العزيز يروح كل صبح يوصل عياله ثم يروح لعمله، يوصل عياله المدرسة ثم يروح للعمل. في يوم من الأيام تقريبا مثل هالأجواء هذه، كان فيها أمطار وكذا، وهو ماشي بسيارته بعد ما وصل عياله لقى أسرة متعطلة، والسواق نازل من السيارة والناس زحمة، فوقف وراه وكلم السواق: وش فيه؟ قال: السيارة متعطلة. وهو يكلم السواق، المرة اللي موجودة بالسيارة تكلم السواق: وش عندك؟ فيأشر لها. انزلت امرأة كبيرة أم عيال، قالت: نعم. هي خافت من أبو عبد العزيز. قالت: نعم. قال: يا خالة أنتم متعطلين؟ قالت: متعطلين. وش تبي؟ قال: ياخذ السواق سيارتي يوصلكم ويعطيني مفتاح سيارته، لا تقعدون بهالمكان هذا، خطر عليكم. قالت: يا وليدي رح الله يستر عليك. قال: يا خالة وين أروح؟ ما أقدر أروح وأترككم، أرجوت أنا طالبة طلبة، خليه ياخذ السيارة وأنا أبنتظره هنا، يروح يوصلكم ويجيني وياخذ السيارة. رضخت المرأة، ثم أعطاهم مفتاح سيارته. انزلوا من السيارة وإذا المرأة ومعها بناتها وعيالها صغار، وركبوا بالسيارة وراحوا. أخونا أبو عبد العزيز أخذ مفتاح السيارة وجلس يهوجس، قال: أنا ورا ما استغل الوقت، ما عندي شيء. اتصل على عمله واستأذن، ثم شاف له سطحة، أشر راعي السطحة: شيل السيارة. وين؟ على الصناعية. يقول: أعرف لي كهربائي ممتاز. يقول: رحت أخذت السيارة عنده. يقول: يوم نزلت السيارة عنده شوف لي وش قصتها. يناظرها ويشيكها، قال: فيوز. غير الفيوز، اشتغلت السيارة. وهو عند الكهربائي دق عليه الهندي، لأنهم هو أخذ الرقم وعطى الهندي الرقم. دق عليه السواق: السلام عليكم، أنت وين؟ أنت جيت المكان ما لقيتك. قال: برسل لك الموقع وتعال لي. وفعلا جاء الهندي في الصناعية، سلمه الأخ أبو عبد العزيز السيارة وقال له: ترى صلحتها تمام.
وعطني مفتاح سيارتي وراح الله يستر عليك. انتهى الموقف ومشوا وراحوا. بعدها ب5 أيام يجي اتصال لأبو عبد العزيز: السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ أبو عبد العزيز حياك الله. قال: أخوي العزيز، أنت قبل كم يوم، قبل حول 5 أيام أو 6 أيام، وقفت وفزعت الأسرة وسويت عمل طيب آمرني. قال: أنا والدهم، أنا أبو قصي. قال: الله يحييك ويبارك فيك، هذا حق واجب، أنا ما سويت شيء، ولو أنك أنت مكاني سويت مثل ما سوي أنا، الأمر سهل جدا ما في شيء. قال: هو سهل ولين وهين على من هونه الله عليه، وأنا لي حق عليك، ودي أشوفك واجلس معك وأكرمك. قال: أبدا طال عمرك، ما يحتاج شيء ولا بيننا شيء. قال: لا لازم تجيني، خلصنا من هذه، أبيك أتقهوى أنا وياك. حدد معه موعد وقال: برسل لك الموقع. يقول الأخ سليمان: سكر أبو عبد العزيز التلفون، رفع التلفون السماعة علي أنا يا سليمان. سليمان: نعم. الرجال اتصل بي ويبيني، أنا ما أدري وش يبيبي. قال: وش يبيبك؟ يبي أكلك يا أخوي، أنت مسوي معروف يبي يكرمك، واضحة ما فيها نقاش. قال: لا ماني برايح له، ماني برايح له إلا تخاويني. قال: وأنا أبوك أروح أنا وياك؟ قال: ابن الحلال أنت صديقي، امش معي، وش يضرك؟ قال: يلا مشينا. يقول: رحنا وإذا البيت في حي فخم جدا في الرياض. يقول: يوم أقبلنا ورا قصر. يقول: يدق على الرجال: السلام عليكم، مساك الله بالخير، مساك الله بالنور، أنا فلان الفلاني، أنا عند الباب. قال: يبي افتح لك الباب الآن، دخل سيارتك جوا. وإذا هو قصر ومساحات. يقول: دخلت السيارة ورحنا قلطنا عند الرجال، والرجال يرحب ويهلي: يا مرحبا يا مرحبا. وراه مكبر الموضوع مرة. يا وليدي، وش هالفعل الجميل اللي انت سويته؟ وش هالفزعة الطيبة؟ ترى بعض الناس يا جماعة الخير ما يرى فعل شيء، لكن يقدر هذا الفعل عند أهل التقدير. قهوة، ويقولوا عطانا هدايا، عطورات وما عطورات وكذا. يقول: وحسيت، يقول الأخ سليمان، وأنا جالس حسيت إن أبو قصي يبي يكلم أبو عبد العزيز بكلام بينهم، بس انحرج من وجودي. يقول: احنا رايحين، قلت لأبو عبد العزيز: اسمع. قال: نعم. قال: أنا فراستي إن الرجال يبيك في موضوع. وشو؟ أنا ما أدري، بس يبيك، واضح إنه بيكلمك في الحالة. إيه، واحتمال ترى يدق عليك. يقولوا فعلا ما جلسنا أسبوع ولا يدق عليه: السلام عليكم أبو عبد العزيز، ودي إنك تمرني. قال: طال عمرك، يعني أنا ما ودي أكلف عليك، وأنا ينحرج هو. قال: بس أبيك لحالك. كلم أبو عبد العزيز أخونا سليمان وقال له: يا سليمان، أبيك معي، بك معي. قال: يا ابن الحلال، أنا قايل لك يوم نطلع، قلت يبيك لحالك. رح شفت أنت استقباله لك وشفت فرحته فيك، ترى ما هم ما كلك يا أخي. راح جاء وقلط عنده، قال له: اسمع يا أبو عبد العزيز، الكلمة اللي تستحي منها بدها. أنا يا أبو عبد العزيز ما أعطاني الله عيال، وكل خلفتي بنات، وفعلك اللي انت سويته هذا ما يسويه إلا رجالا وصل للمرحلة من التربية والفزعة واضحة فيك. الله الله. وأنا سألت عنك ووصلتني علوم طيبة مرة، عندي بنت ودي إنك تأخذها، وتراها من أزين البنات، راعية دين وراعية أخلاق وجميلة، وتبي تشوفها، إن الله قدر ووافقت. قال له أبو عبد العزيز: يا أبو قصي، الله يرحم والديك يجزاك الجنة، هديتك ما ترد، بس أنا متزوج. قال: أنا عارف أنك متزوج، أنا عارف أنك متزوج، وشراكة فيك مبروكة. صح، شراكة فيك مبروكة. أم عبد العزيز عندي رضاوتها عندي، أبد عطنا بس رقمها أم قصي يتكلمها، واللي يتفقون عليه يصير، ولا أنت موافق؟ قال: أنا ما عندي مانع. وفعلا تم التواصل مع أم عبد العزيز، واجتمعت هي وأم قصي، وصار بينهم التفاهم، وصارت تشرح لها الوضع، ويا بنت الحلال الأمر هين، ورضاوت عندنا. خلاصة الكلام الرضاوة 50,000 ويوكن، واتفقوا. فعلا تزوج أبو عبد العزيز من هذه المرأة،
وأصبح ابن لأبو قصي، وما شاء الله لا قوة إلا بالله أعطاه فلة في نفس المجمع اللي هم حوله، وما شاء الله لا قوة إلا بالله صار الزوجات خوات واجتمعوا مع بعض، وإلى هذه اللحظة ما شاء الله يعيشون حياة طيبة مباركة. أنا حبيت أسوق هالقصة تذكيرا للناس يا جماعة إن فيه بعض الناس يخبب، صح، وفي بعض الناس يصل لمرحلة من إعجابه وحرصه على بنته أنه يخطب البنته. صح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. آمين. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على ابن محمد. هذا من حسناتك أبو أحمد، دائما إذا بديت القصة تبدأ بالصلاة والحمد على اللهم صل وسلم. صلى الله لا يحرمك أجرها يا رب العالمين. آمين. هذه المحامية غادة مرت عليها قضية في واحد اسمه خالد هذا عسكري ومرتبته طيبة، ولكن استلاماته واجد، دائم عمله يكلفونها باستلامات آخر الليل وباستلامات باليوم باليومين بالثلاثة. وعنده زوجة اسمها مريم هذه أخذها عن حب ويحبها وتزوجها، والله سبحانه وتعالى مؤلف بين قلوبهم وأمورهم طيبة وأمورهم زانة وحياتهم مرة مستقرة. ومريم هذه إدارية في إحدى المدارس أيضا كذلك، مرتبها طيب وساكنين في شقة متواضعة، أمورهم اللهم لك الحمد. لكن خالد هذا استلاماته واجد. مريم هذه عندها أحد صاحباتها اسمها فاطمة، أيضا كذلك مدرسة معها في نفس المدرسة، ودائم وجيران ودائم يسمرون مع بعض ويدخلون مع بعض ويجون مع بعض. ولكن مريم هذه الله يهديها ويصلحها سوسة، تحب الحكي وتحب كثر الكلام، تحب كثر النقنقة، لكن فيها تحب كثر تسأل واجد، تسأل وين زوجك، ليش يتأخر، ليش كذا، ليش يسوي وليش يفعل، وش دراك أساسا إنها عندها استلامات، وش هالدوام اللي ليل نهار. يعني بدأت تأثر على مريم بالأسئلة هذه. المهم يوم جاء يوم من الأيام عزمتها مرت خالد وقالت تعالي عندي وانت وعيالك كذا، ترى رجل موجود. قالت تعالي انت الحين، انت وش دراك ان زوجك الان عنده دوامات، يمكنه متزوج عليك، يمكن عنده علاقات ثانية، ويمكن بدأت تخبب وتخرب علاقتها وتخرب حياتها. ردت عليها مريم هذه قالت ليه شايفة زوجي مثل زوجك ولا تحسب من الرجال مثل زوجك. دقت الكلمة ذي في قلبها ووجعتها وجع قوي، حقدت حقد شنيع. قالت والله لا خرب بينهم، دام ان هذا تعيرني تقول لي شافت زوج مثل زوجك، وكل فترة تعير وتسوي وتفعل وين زوجك وين كذا. يوم جاء يوم من الأيام قالت دحين أنتم راتبكم عالية وأنت عندك راتب وزوجك عنده راتب، ليش ما تشترين بيت، ليش ما تطلعون من شقة أوسع، وليش من الكلام هذا. المرأة بدأت تتغير وبدأت حياتها تدهور. قامت يوم تنام في الصالة وكثرت اتصالات على زوجها وهو مستلم وينك ومتى بتجي وكذا. صارت تطلب فلوس واجد، صارت كل يوم عندها مشكلة، حياتها انقلبت 180 درجة. الزوج صبر عليها كم شهر، يعني مو بفترة، كم شهر وعلى الحالة. يوم جاء يوم الأيام الزوج وصل خلاص حده. تعالي يا مريم أنت وش فيك، وش اللي مغيرك، وش اللي. قالت ما فيني شيء، أنا كذا وأنا كذا، أنا بروح لهالي أنا. يوم جاء يوم الأيام قال اسمعيني، الله عطاك يوم واحد يا مرة تعلميني وش بخاطرك، يا مرة تروحين بيت أهلك. أنا تعبت، أنا كم شهر وأنا صابر، إلى متى على هذه الحالة؟ قالت اسمع تنفجر شفت البركان اللي مرة. قالت أساسا فاطمة قالت إنك شكلك متزوج علي وأنا كذا، وبالمناسبة ما جاء لهم عيال مدة 8 سنوات. وش صبرك علي 8 سنين ما جاك عيال؟ وش صبرك علي؟ أنت أكيد عندك شيء، أنت أكيد عندك علاقة، أكيد عندك مرة ثانية، عندك وعندك. قال يا مرة تعوذ من الشيطان. قالت عندك وعندك، وفاطمة ترى هي علمتني. قالت واليوم لازم يحسم الأمر، لازم يحسم الأمر، عطني جوالك أفتشه. قال يا مرة تعوذ من الشيطان، ترى مفتش في الجوال، أنا بعطيك الجوال وأنا واثق من نفسي، لكن أعطيتك الجوال ترى آخر عهد بيني وبينك، خلاص أنت كسرت الثقة اللي بيني وبينك. قالت عطني الجوال. تأخذ الجوال من السناب إلى برامج التواصل إلى الاستديو، تدور في الصور، تدور في رسائل واتساب، ما حصل شيء.
وزوجها واقف يناظر. قال خلصتي؟ قال خلصت. قال الحين أنا والله العظيم إني خذيتك بمعروف، أبى أردك لأهلك بمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أنت يا مريم وصل حد إني لازم أنا وياك نتفرق ونتطلق. قالت عادي ما عندي مشكلة، طلقني، أنا أساسا إيش شكل لعب في مخي. طلقها وهدم بيته، وبدأ الحزن، بدأت المشاكل أكثر وأكثر. خالد قام يمشي ويسولف على قصته، وصل لمحامي. جاء أحد المحامين قال أنا سالفتي كذا وكذا. قال يا رجل هذه قضية تخبيب، لو تتوجه الآن للشرطة، الشرطة تحولها شرعا، تأخذ حقك قانونيا، طالب حقك الخاص. هذه قضية تخبيب، لكن لابد تجيب بينة وتجيب دليل على مريم ذي. ما لك إلا زوجتك. اتصل على زوجته السابقة طليقته، يا مريم ما نبغى منك طلب، أنا المرة دي خربت بيتنا وهدمت حياتنا، وأساسا إحنا نحب بعض، أنا أبغى الرسائل وأبغى الصوتيات اللي كانت ترسل لي، كانت عندي أبد. وتحول لها الرسائل وتحول لها الصوتيات اللي كانت تخبب وكانت تحرضها أنت يا فاطمة هذه. يوم حولتها توجه للشرطة، قدم بلاغ رسمي، حولت النيابة طال عمرك أحضرت المدعي عليها هذه مريم. قالت أنا ما كنا أخبب، هذه زوجته اللي كانت تتشكى، وأنا أساسا كنت أنصحها بخبث الرجال وإنها بعض كذا، وإنها زوجها لا يتأخر عليها، قد يكون متزوج عليها، قد يكون عندها علاقات. سجل المحقق هذه الاعترافات، قال للزوج المدعي أنا أبغاها تحال شرعا، أبغاها تحال المحكمة المختصة أو المحكمة الجزائية، أنا أبغاها تحال المحكمة. حولت المحكمة، ويوم جاءت المحكمة قام الشيخ يردعها ويتكلم عليها، وأنت كذا وأنت كذا وما تخافين الله وهذا الكلام. قالت يا شيخ أنا والله إني نادمة، وأنا كذا، وأنا ما كنت مخببة، وأنا نادمة على الشيء اللي قدمته، ولكن يا شيخ هذا اللي عندي. قال الشيخ هل عندك شيء تضيفه للمدعي خالد؟ قال نعم يا شيخ، هذه المرأة قد تسببت لي بالطلاق وتسببت لي بهدم بيتي، وأنا أطالب بحقي الخاص كأنها مخببة، بالبينة وبالرسائل وبالرسائل الإلكترونية اللي عندك. قال الشيخ، قالت يا شيخ أنا ما هي مخببة، أنا كنت أنصحها، أبي زوجها يكرهها عشان يطلقها، عشان لو هي ادعت عليه ما يلحقها ضرر ولا يلحقها تكاليف مهر ولا حاجة شيء. قال الشيخ أيوة هذا دليل واعتراف ثاني غير اعتراف النيابة. الآن أحكم عليك بثلاث، أحكم عليك بغرامة 50,000 تقدمينها للمدعي، وأحكم عليك أنها يؤخذ عليها تعهد أنها ما تقدم لأي نصيحة لأحد المتزوجات، وأيضا كذلك بالسجن لمدة 2 أسبوع. ندمت وكذا وأخذ حقه المدعي خالد. ولكن أنا أقول يا نساء المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى في النساء. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم وعند البخاري لعن الله من خبب، اسمع، لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب رجلا على امرأته. وحديث آخر ليس منا من خبب رجل على امرأته. الحديث عظيم، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا كذلك أنتم أي الرجال، زوجتك ليش تطلع كافيهات، زوجتك ليش تطلع تسوي، زوجتك ليش ما تطبخ لك، هذا من التخبيب وهذا من الإفساد وهذا من خراب البيوت. اتقوا الله سبحانه وتعالى في النساء واتقوا الله في أسر البيوت. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل